ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. ايه رأيكم بقى في كيكة البطاطا بالشوكولاتة اللي تجنن دي؟ بجد البطاطا الحلوة مفيدة جدا ومليانة فيتامينات كتير، وكمان مضادة للأكسدة بنسبة كبيرة، وبتقينا من مرض خطير وهو مرض السرطان، اللهم احفظنا. لأنها بتخلي الخلايا السرطانية النشطة ما بتشتغلش، وبتموتها وبتخليها ما تنشطش أبدا. لذلك أنا بحب أدخلها في وصفات كتير. بجد البطاطا مفيدة. تعالوا نشوف المقادير والطريقة. يلا بينا. مقادير كيكة البطاطا بالشوكولاتة. المفروض الوصفة دي بيتحط لها كوبين من البطاطا، بس احنا حطيت 3 من كوب. البطاطا نفس الحجم اللي حاطه فيه المقادير، نفس الكوب ده حاطه منه 3، لاني انا كنت عايزه طعم البطاطا يكون واضح اكتر ومتساوي مع طعم الشوكولاتة، وكمان كنت عايزاها ناعمة. ايه المكونات الباقية؟ كوب من الدقيق، كوب من اللبن، كوب من السكر، كوب الا ربع زيت، وكمان حطيت معلقتين نشا، معلقتين كاكاو، بيضتين، و10 جرام فانيليا، ومعلقة كيك شيف كبيرة. هنحط المكونات الجافة على بعض. هنزل الفانيليا، هنحط معلقة كبيرة من الكيك شيف، معلقة من الكيك شيف، معلقتين النشا نزلناهم. هبتدي اقلب الخليط مع بعضه، وهنزل كوب الدقيق. هنقلب الخليط مع بعضه كويس جدا لحد ما يتجانس كويس، والدقيق ما يبقاش ليه اثر خالص زي ما انتوا شايفين. بعد كده جبت الخلاط، هنزل فيه كوباية اللبن، واحط كوباية الا ربع زيت، وكوباية السكر، وهكسر البيضتين بعد كده وهنزلهم في الخلاط على المكونات التانية. وهحط معلقتين الكاكاو، وحطيت نص معلقة خل ما كانتش موجودة في المكونات. هضربهم لمدة 5 دقايق لحد ما البيض يعمل كده فقاقيع من الهواء عشان تبقى هشة وجميلة. هنقلب الخليط كويس، هنخلطه بالمضرب الكهربي، ممكن تعمليها بالمضرب اليدوي العادي، بس انا كنت مستعجلة. هضربهم لمدة حوالي 3 دقايق او 4 دقايق لحد ما يتجانسوا كويس. من الكيكات الجميلة زي ما انتوا شايفين. خلصت كده وبصوا سمكها. هبتدي اجيب صينية انزل فيها الخليط، نص معلقة من السمنة، وادهن الصينية كويس من كل حتة في الجناب ومن كل مكان. بعد كده حطيت ورق زبدة، لان الصينية دي كانت جديدة وكنت بجربها، بس بجد طلع نوعها كويس. هنزل الخليط وهلف الصينية عشان احط في كل مكان بالتساوي، عشان الكيكية تكون مقاسها من كل حتة واحد. نزلت بقية الخليط كله، وهبتدي امسح الزيادة ديت. بعد كده هخبطها خبطتين زي ما انتوا شايفين اتساوت وبقت مقاسها واحد. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني ما بين 25 دقيقة ل35 دقيقة حسب الفرن اللي عندك. انا عندي الفرن عالي بتاخد حوالي 30 دقيقة بالكتير. وبعد كده هوريها لكم.
خرجت كيكة البطاطا ونزلتها من الصينية، بس التليفون فصل وانا بنزلها. معلش بقى، زي ما انتوا شايفين الكيكاية جميلة وبجد ناعمة، والهشاشة بتاعتها متوسطة، بس بجد ناعمة يعني بتبقى من الكيكات الجميلة. انا من الكيكات اللي بفضلها، بجد طعمها بيبقى روعة. وكمان البطاطا مفيدة جدا، انا بحب ادخلها في وصفات كتير. بعد كده زي ما انتوا شايفينها جميلة وسمكها جميل. بعد كده عملت صوص الشوكولاتة. صوص الشوكولاتة ده عملته ازاي؟ انا بشرت مكعب من البطاطا خام، بشرته وبعدين حطيت عليه نص كوباية من اللبن، وحطيت عليه ربع كوب من السكر ورشة فانيليا، وحطيتهم على النار على نار هادية لحد ما دابوا خالص. بعد كده طفيت النار وحطيت معلقتين زبدة بلدي. وزي ما انتوا شايفين، اما ركنتها شوية لحد ما بردت، تقلت معايا وادت لمعة جميلة. بعد كده هنزل الصوص الشوكولاتة على الكيكاية اللي تجنن دي بجد. الصوص الشوكولاتة مع البطاطا دي بتوديكي لمكان تاني خالص، وبترجع تجيبك تاني. ممكن تعمليها من غير كاكاو خالص، تبقى كيكة بطاطا عادية. وممكن كمان ما تحطيش صوص الشوكولاتة وتاكليها كده، يعني لها طرق كتير، بس بجد الطريقة دي جميلة. ركنتها لحد ما الشوكولاتة بقت في كل مكان زي ما انتوا شايفين. بجد انا بحب الوصفة دي جدا، لان طعمها بيبقى يجنن. بعد كده هنبتدي نشوف قطعة من الكيكة الجميلة دي. هنجيب سكينة ونطلع قطعة، وانا بقطعها شايفة اني ملمسها جميل، مش طرية، بالعكس جميلة. طبعا لو قللنا في مقدار البطاطا هتاخدك لمكان تاني برضو. بصوا شكل كيكة البطاطا بجد جميلة جدا وناعمة، ومن الكيكات اللي انا بحبها قوي. بجد بجد روعة. زي ما انتوا شايفين متماسكة وجميلة. ركنتها ساعة في التلاجة وبعدين طلعتها، بجد بيبقى طعمها اجمل، وكمان بتاخد من طعم الشوكولاتة اكتر. بصوا شكلها يجنن ازاي، وطعمها والله خرافة. جربوها مش هتندموا ابدا. هنجيب شوكة وندوق بقى الكيكة الجميلة دي. بصوا سمكها متماسكة وجميلة ازاي. واو، بجد يجنن. طعمها جميل جدا، واخدة ميكس من البطاطا الجميلة وطعم كيكة الشوكولاتة مع بعض الاتنين. طعمها جميل تحفة. لا بجد تستاهل ان احنا نجرب الوصفة دي جميلة. بصوا انا بقطعها متماسكة ازاي، مش طرية ولا حاجة، جميلة. بصوا متماسكة وجميلة، بجد وصفة جميلة. انا بحب اغير في وصفات البطاطا دي كتير، لان وصفاتها كتير جدا، لانها مفيدة جدا. بحب اعمل لاولادي انواع كتير منها. لو وصلتوا معايا لحد دلوقتي، يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ ومنوعات نهى. بحبكم قوي. باي باي.